اكيد دلوقتي كلكم عارفين ايه هو الترند ده، او على الاقل عملتوه. الترند ده عباره عن صوره، اي صوره في خيالك بتديها لشات جي بي تي وبتقول له حولها لستايل استوديو جيبلي، وهو بيحولها لك لستايل رسم استوديو جيبلي. الترند اللي قدامكم ده قلب الدنيا في امريكا، قلب الدنيا في الغرب، وكارهينه بشكل بشع جدا لدرجه ان مؤسس الاستوديو نفسه رفع قضيه على شات جي بي تي. طب ليه؟ كواحد اوتاكو بيعشق الانمي هشرح لكم باختصار. استوديو جيبلي من اعرق واقدم الاستوديوهات اليابانيه اللي بتعمل الانمي في اليابان. استوديو عريق، والمؤسس بتاعه اللي هو ميازاكي معروف انه فنان عبقري. تقريبا هو المؤلف الوحيد اللي خد جايزتين اوسكار، اخرهم جايزه واخدها السنه اللي قبل اللي فاتت في فيلم اسمه ذا بوي اند ذا هيروين، وجايزه تانية خدها في فيلم سبيريتد اواي. وان فيلم انيميشن ياباني ياخد جايزه اوسكار، انت متخيل حجم الابداع اللي فيه؟ مبهر بالمعنى الحرفي للكلمه. ولو مش مقتنع فشوف عندك المشهد ده مشهد يا معلم مدته 9 ثواني، خد من ميازاكي سنه ونص عشان يعمله. مليان كميه تفاصيل بشعه، ومعمول رسمه فريم فريم، ومتلون بالوان مائيه، لدرجه ان الاستوديو نفسه طلب من ميازاكي يوقف شغل، او بعد ما خلص قال له ما كانش يستاهل السنه والاربع شهور. هو رد عليهم وقال لهم لا يستاهل. افلام ميازاكي كلها اللي واخده الستايل ده كلها فيها نوع من انواع الابداع، فيها روحه، هو بيطلع جزء من روحه في الفيلم ده. هو بيوريك حاجه ممكن ما تكونش تفهمها قوي، بس بتشوف فيها فن، بتلمسك، بتلمس قلبك. عشان كده هو واخد تقدير كبير جدا 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 في اليابان وفي العالم كله. ده غير انه اصلا معروف بقسوته وشراسته في التعامل مع الناس. هو بيعلي الفن فوق اي حاجه، وبالنسبه له اي حد يقرب من ستايل رسمه خط احمر. عشان كده لما شات جي بي تي عملت الرسم ده وخدت اي صوره تحولها للستايل بتاعه، طلع وقال هذه اهانه للحياه نفسها، اهانه للحياه. انت متخيل؟ والفنانين كلهم بصراحه دعموه بشكل كبير. طب فين المشكله بقى؟ ايه اللي مخلي الامريكان والغرب كارهين الموضوع ده، او كارهين ان الذكاء الاصطناعي يعمل ستايل رسمه؟ لان الذكاء الاصطناعي بيعمل صور من غير روح، هو بينسخ ستايل فنان عبقري. تخيل انت بتاخد فنان زي فان جوخ كده وبتقلد رسوماته وبتبيعها، اكيد مش هتتباع بنفس سعر فن فان جوخ. فهنا بقى المعضله، انت بتاخد ذكاء اصطناعي بدون روح تماما، تعمل اشكال ورسومات لا تستحق انها تتعمل بالستايل ده، وميازاكي نفسه مش راضي عنها، وفيها اختراق كبير لحقوق الملكيه بتقتل الفن بشكل عام. الذكاء الاصطناعي من وجهه نظرهم قتل فن ميازاكي، ابتذلوا وشوهوا وخلى الكل يعمله. هي دي المشكله يا معلم. بس كده، قول لي انت رايك في الكومنتات، وبيس.